تخيل إنك نايم في خيمتك وسط التلج في درجة حرارة 30 تحت الصفر، أنت وأصحابك دافيانين ونايمين في أمان الله، وفجأة يحصل حاجة تخليك تقطع الخيمة بسكينة من جوه وتخرج تجري حافي بهدومك الداخلية بس وسط العاصفة التلجية. أنت مش بتجري عشان بردان، أنت بتجري عشان الشيء اللي دخل عليكم الخيمة أرعبكم لدرجة إن الموت من البرد كان أرحم من مواجهته. الحكاية دي مش فيلم رعب، ده قضية حقيقية حيرت العالم من سنة 1959 لحد النهاردة. 9 طلاب جامعيين وخبراء في التزحلق وتسلق الجبال طلعوا رحلة ترفيهية ورجعوا أساس مشوهة، أساس فيها قصور بتشبه حوادث العربيات بس من غير كدمات خارجية. واحدة منهم لسانها طوع والتاني عينه مش موجودة وهدومهم عليها آثار إشعاع نووي. والأغرب إن المحققين السوفييت قفلوا القضية وكتبوا في التقرير الرسمي إن سبب الوفاة هو قوة طبيعية قهرية لا يمكن للبشر التغلب عليها. إيه هي القوة دي؟ هل هي انهيار ثلجي، ولا تجربة عسكرية سرية، ولا كائنات فضائية، ولا حتى رجل الجليد؟